تنبيه إخواني أخواتي، إذا رأيتم مقطع إعلاني مخالف للدين الإسلامي قوموا بكتم الصوت وإغلاق الإعلان، أو قوموا بإغلاق الفيديو وفتحه من جديد. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم مشاهدي الكرام، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فالفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيك اللي كيجي رائع وكيجي لذيذ، واحد الكيك ديال الكيوي ساهل وبسيط، وحتى المكونات ديالو بسيطه. كما كتعرفوا دائما كنبغي نجيب لكم شي حاجه، كنحاول انني نجيب لكم شي حاجه اللي سهله وبسيطه وفي المتناول ديال الجميع، وفي نفس الوقت كتكون لذيذه. فكما كتشوفوا هذا الكيك كيجي طالع وكيجي زوين، كيجي من الوسط خفيف هانتوما كما كتشوفوا. والاهم من هذا الشيء انه كيجي لذيذ. المهم بلا ما نطول عليكم وخليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وبالنسبه للمقادير فغنحتاجوا لواحد 2 بيضات اللي يكونوا بحراره المطبخ. غادي نضيفوا عليهم واحد القبيصه ديال الملح لتصحيح الذوق، وغادي نضيفوا نص كاس ديال السكر سنيده، وغادي نضيفوا شصيه ديال الفاني باش غادي نسمو، وغادي نطربوا الكل. غادي نحاولوا نطربوهم حتى يتغير لنا اللون ديال البيض. وكيما كتشوفوا بعد ما تغيرنا اللون ديال البيض غادي نضيفوا واحد الحك ديال الياغورت او دانون. انا درت ديال الفاني، كل واحد يدير النكهه اللي تيبغي. ودابا غادي نضيف نص كاس ديال الزيت النباتيه، وغادي نبدا نخلط. كنضيف بشويه بشويه وانا كنطرب. بالنسبه للفاني كما قلت لكم صراحه كيجي في الكيك اللي كيكونوا فيه الفواكه بحال الكيكه ديال التفاح، حتى هي كنت سبق لي شاركتها معكم. الا بغيتو غنخليها لكم في صندوق الوصف، حتى هي جات زوينه ان شاء الله. نخليها لكم ها هي اللي كتشوفوا هنا في الصوره، انا غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. وصافي هنا غادي نضيف واحد شويه ديال الطحين مع 2 ديال الشاصيات ديال الخميره الكيماويه او 2 خمارات. صافي هنا غنبدا نضيف الطحين بشويه بشويه حتى نحصل على واحد القوام اللي غيكون شويه ثقيل، ما يكونش خفيف، لان الكيك ديال اللي كنديروا فيه الفواكه ضروري انه خصو يكون شويه ثقيل. وما تخافوش منه، كما شفتوا كما وريتكم في القطعه اللي وريتكم راه كيجي من الداخل مثقب وكيجي زوين. غير طربوه مزيان وما تخافوش منه، يعني راه ضروري انكم تقلوه. هانتوما كما كتشوفوا القوام اللي غنحصل عليه انا، يعني حتى كنحس بداك الطراب كيبدا يتقل ليا في يديا عاد كنحبس. صافي كما كتشوفوا هذا هو القوام اللي حصلت عليه، وهذا القوام اللي بغيت. وصافي هنا غادي نخلي هاد الكيك ديالي غنخليه على جنب، وغادي نمشي باش ندهن المول ديالي بشويه ديال الزيت والطحين، ومن بعد غادي نرجع معكم. وصافي هنا من بعد ما دهنت المول ديالي غادي نفرغ فيه الخليط ديال الكيك كما كتشوفوا. هو هذا هانتوما كتشوفوا القوام ديالو. صافي هنا غنحاول انني نسرحو هكا بشويه باش يعني باش يجي متساوي. وصافي هنا غنخليو المول ديالنا على جنب، وغنمشيو نقشروا الكيوي، ومن بعد غادي نقطعوه شرائح باش نزينوا به الكيك ديالنا. صافي كما كتشوفوا هنا من بعد ما قطعته بهذه الطريقه، كل واحد اللي بغى يقطعو على شكل دوائر يقدر يقطعو. صافي وكنبدا نستفو بهذه الطريقه. وفي هذا الاثناء الفران ديالي راه كيسخن. من بعد ما غادي نستف هاد الشرائح كلها غادي ندخل الكيك ديالي، غنخليه تقريبا واحد نص ساعه، غير نص ساعه راه كيطيب، يعني كيطيب بالزربه. ومن بعد غادي نرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الكيك ديالنا من بعد ما طاب، هذا هو الشكل النهائي ديالو كيفاش تيجي. غادي نقطع معكم واحد المورسو او واحد القطعه باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. وهذا هو الكيك ديالنا، هانتوما لاحظوا كيفاش كيجي محمر وكيجي زوين، ومن الداخل كما كتشوفوا راه كيجي هشيش. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه.
وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلي لايك فضلا وليس امرا. وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.